كشفت الفنانة دنيا سمير غانم لجمهورها ومتابعيها عن موعد طرح أحدث أعمالها فيلم روكي الغلابة، الذي يعد عودة الفنانة للسينما بعد عامين من الغياب. وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة لدنيا سمير غانم في إطار اجتماعي كوميدي، وتقدم خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودي جارد للفنان محمد ممدوح، الذي يقدم شخصية رجل أعمال كبير، ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم. ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح الفنان محمد ثروت، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة سلوى عثمان، الفنان محمد رضوان. ويشارك في الفيلم كضيوف شرف كل من الفنان أحمد سعد والفنان محمد أسامة. والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي. ونشر الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة يمازح دنيا سمير غانم بعد الإعلان عن فيلم روكي الغلابة قائلاً: مبروك يا حبيبتي، بس يا ريت نفصل تماماً ما بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت. ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات في احتفالات رأس السنة لعام 2025، أو ممكن تأجيله لعيد الفطر المقبل لعام 2025.